ثم أورد البخاري عليه رحمة الله حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ثم أورد من حديث أنس قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. وكلا الحديثين في ذكر رفع العلم، لكن لاحظ الحديث الأول قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. والحديث الثاني قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم. فالأول يرفع العلم والثاني يقل العلم. هذه المغايرة بين اللفظتين ذكر بعض أهل العلم أن لها مدلولا، وهو أن العلم يبتدئ أولا بأن يقل، ثم بعد ذلك يرفع كلية، ولا يرفع هكذا ابتداء، إنما تكون الخطوة الأولى بأن يقل، وكونه يقل بسبب موت العلماء، فيبدأ العلماء يقلون وينقصون، وكلما مات عالم لم يخلفه مثله، فإذا مات عالم قل العلم، ثم يموت آخر فيقل العلم، ويقل العلم شيئا فشيئا حتى يرفع. ولعل مما يساعد على قلة العلم ورفعه في هذا الزمن الذي نحن فيه مهاجمة الصغار للعلماء الكبار ولمن يكبرهم علما وسنا، كما نشاهد ذلك في هذه الأوقات الأخيرة، حيث يتطاول الصغار الأقزام على الكبار العلماء وينتقصونهم ويحاولون تصيد أخطائهم التي يزعمون أنها أخطاء، ويهونون من قيمتهم العلمية ومكانتهم بين الناس، وعند ذلك ينصرف الناس عن تلقي العلم عن العلماء، وهذا يعني قلة العلم وفشو الجهل.